أعزائي المستمعين، فيلم النهارده بيكمل أحداث الجزء الأول، وهكون سايب لك الجزء الأول في وصف الفيديو ده. وفيلم النهارده كويس ويستحق المشاهدة، فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم من سنة 1996 على شط البحر، وبتكون اللعبة مدفونة في الرمل، وفي واحد بياخد باله منها وبيشيلها من الأرض وبياخدها وبيرجع بيها على البيت، وبيديها لابنه أليكس. ولما أليكس بيفتحها بيلاقيها لعبة لوحية، فبيقول إيه القرف ده، وفي حد لسه بيلعب بالألعاب دي؟ وبيركنها على جنب وبيلعب فيديو جيم. وبالليل بيفتح اللعبة وبيلاقي فيها قطعة بتركب في جهاز الألعاب، ولما بيركبها في جهاز الألعاب عشان يفتحها اللعبة بتسحبه جواها. وبعد 20 سنة الواد ده بيكون قاعد بيلعب فيديو جيم، وفريدج صاحبه بيبعت له رسالة كاتب له فيها نتقابل كمان تلت ساعة عند البيت المهجور. فبيقوم سبنسر يكمل البحث اللي كان بيعمله له فريدج صاحبه، وبعدها بيتقابلوا سبنسر وفريدج عند البيت المهجع. وفيسن جاب بيعدي من على السور وسبنسر بيخاف منه، وبيدي لفريدج البحث اللي كاتبه له، وفريدج بيسيبه وبيمشي. وبيطلع من البيت المهجع راجل خرفان وبيقول لسبنسر انت بتعمل ايه هنا يالا؟ قال له ما بعملش، انا بس كنت واقف مع واحد صاحبي. فبيقول له ما تقفش هنا تاني، انت سامع؟ قال له سامع يا عم فريك. قال له عشان لو جيت هنا تاني انا هقطع لك رجليك. فبيجري سبنسر على المدرسه، وفي الامتحان بتكون باسم بتتكلم مع صاحبتها فيديو كول، وبتقول لها انا لسه بنت رافعه صوره على الانستجرام. تهبل، انت شفتيها؟ قالت لها جامده. وبتيجي المدرسه بتقول لها انت بتعملي ايه يا بت؟ بتتكلمي في التليفون واحنا في الامتحان؟ قالت لها ما انا خلصت امتحاني. قالت لها وانت مش شايفه ان زمالك لسه ما خلصوش؟ قالت لها وانا مالي بيهم. فقالت لها طب يلا على التأديب. وفي صاله الالعاب الرياضيه العيال بيكونوا بيجروا وبيسخنوا، والبنت دي بتكون واقفه لوحدها. فالمدرسه بتقول لها انت واقفه بتعملي ايه عندك يا مارسا؟ مدي تعالي. فقالت لها بصراحه انا ما بحبش حصه الالعاب دي، ملهاش لازمه بالنسبه لي ومش هتوصلني لجامعه محترمه، دي مدرسه والمفروض احنا نتعلم فيها حاجات مفيده. فقالت لها طب يلا روحي على التأديب، هناك هتتعلمي حاجات مفيده، هتلمي الزباله وتنضفي المكان. وبيجي مدرس بينادي على سبنسر، فبيروح سبنسر لمكتب المدير، وبيكون فريدج موجود في المكتب. والمدير بيقول لسبنسر بقى انت بتكتب له ابحاثه كل مره، وبيودوهم هما الاثنين على اوضه التأديب، وبيكون معاهم مارسا وبيسني. وبيجي المدير وبيقول لهم تعالوا معايا، وبياخدهم على الاوضه المكركبه دي عشان يرتبوها. فبيبداوا يرتبوها، وفريدج بيلاقي جهاز العاب الفيديو ده، وبيكون فيه القطعه بتاعه لعبه جومانجي، وبيكون فيه تلفزيون في الاوضه اللي هم فيها. فبيروح سبنسر يوصل اللعبه فيه وبيشغلها، وبتفتح اللعبه وبيظهر ليهم اسماء الشخصيات اللي المفروض هيختاروها ويلعبوا بيها. وبتكون في شخصيه ما بيقدروش يختاروها باسم جيرفنسون ماكدونو او ماكدونالد، وبيكون مراوغ وطيار. وبيختار فريدج شخصيه باسم فرانكلين فينبار وملقب بماوس، وبيكون خبير في علم الحيوان. وبيختار سبنسر شخصيه باسم دكتور سمولدر بريفستون، وبيكون عالم اثار ومستكشف. وبتختار بيساني شخصيه باسم بروفيسور شي اوبرن، وبيكون نابغه وعنده خبره في علوم كتير. وبتختار مارسا شخصيه باسم روبي راوند هاوس، واللي بتكون قاتله رجال. واللعبه بتقول لهم ويلكم تو جومانجي، وبتبدا تسحبهم جواها. ومره واحده وفي نص الغابه بتنزل من السما شخصيه دكتور بريفستون اللي اختارها سبنسر، وبينادي على اصحابه وبيقول انا مال صوتي عامل كده ليه؟ ايه ده، هو فين شعري؟ وبيشوف عضلاته وشكله بيكون مستغرب من نفسه. ومره واحده بقى اصحابه بينزلوا من السما، وكل واحد بيفضل يقول للتاني انت مين، انتوا مين، وكل واحد وواحده فيهم بيكونوا مستغربين من شكلهم وجسمهم. وذا روك قصدي سبنسر اللي بشخصيه دكتور بريفستون بيقول لشخصيه فرانكلين هو انت فريدج؟ قال له انا فريدج، انت مين؟ قال له انا سبنسر. فقال له ايه ازاي؟ قال له تقريبا كده احنا جوه اللعبه، وشكل كده اللعبه سحبتنا جواها ونزلنا فيها بالشخصيات اللي احنا اخترناها دي. ففريدج بيقول له يعني انت سبنسر؟ قال له طبعا اكيد، وانت يا فريدج فرانكلين فينبار وملقب باسم ماوس، اسمك مكتوب على هدومك اهو. وبيقول للبنت اللي وسطهم انت مارسا؟ قالت له قال لها يبقى انت روبي راوند هاوس. وبيقول لبيساني انت البروفيسور شيلي اوبرن. فبتروح بيساني بتجري على النهر وبتنصدم لما بتشوف شكلها بشخصيه راجل، اصل تقريبا كده كانت فاكره ان شخصيه البروفيسور شيلي ست. وبيكون في وشم على دراع كل واحد فيهم عباره عن 3 شرط. ومره واحده بيطلع فرس النهر من الميه وبيلهف بيساني وبيخلص عليها، بس بترجع تنزل شخصيه البروفيسور شيلي من السماء، وكلهم بيروحوا عليها وبيقولوا لها هو ايه اللي حصل يا بيساني؟ قالت لهم ما اعرفش، فرس النهر قرقشني وفجاه لقيت نفسي نازله من السماء. وفريدج بيبدا يقول معلومات عن فرس النهر انه اكل لحوم واعشاب، وان قوته عدته 8100 نيوتن، والنيوتن ده هو وحده قياس القوه. ومارسا بتقول له انت خبير بعلم الحيوان. ومره واحده بيطلعوا مجموعه من فرس النهر وبيبداوا يجروا وراهم، وبيطلع لهم فجاه واحد بعربيه وبيقول لهم اركبوا. فبيركبوا معاه وبيطلع بالعربيه، وبيقول لبريفستون شرف ليا اني شفتك، انا ناجل بنغسلي، ما اعرفش ايه الاسماء الغريبه دي. وبيقول لهم اهلا بكم في جومانجي، وجومانجي دلوقتي في خطر ومحتاجين مساعدتكم عشان ترفعوا اللعنه من عليها. وبيفضل يعيد في نفس الكلام، يعيد في نفس الكلام، يعيد في نفس الكلام. وسبنسر بيقول هو شكله كده شخصيه متبرمجه في اللعبه، وكل ما نساله على حاجه بيرد بنفس الرد المتبرمج عليه ده. واسمه بيقول لهم انا ناجل بنغسلي، دليلك في لعبه جومانجي. في واحد اسمه راسل فان بيلت طول عمره كان بيدور على جوهره جومانجي المقدسه، وبيقدر انه يوصل ليها، ولما بياخدها بيقدر انه يسيطر ويتحكم في كل حيوانات جومانجي. وبسبب كده في لعنه نزلت على الارض دي، وانا قدرت ان اخدها منه لما كان نايم، ودلوقتي هو بيدور عليا عشان ياخد الجوهره.
وبيديها لدكتور بريفستون وبيقول له خدها معاك اهي، وبمساعده صحابك ليك هتروحوا سوا عشان ترجعوا الجوهره لمكانها الاصلي وترفعوا اللعنه، وما تنسوش تنادوا باسم اللعبه بعد ما ترجعوا الجوهره. وبيديله خريطه جومانجي وبيقول له روح على البازار ودور على الحته الناقصه، وده لان في جزء من الخريطه مش موجود، وبيسيبهم وبيمشي بالعربيه. وسبنسر بيقول لفريدج خد الجوهره دي في شنطتك، وبسني بتقول طب احنا ليه ما نوقفش اللعبه ونطلع منها وخلاص. فسبنسر بيقول شكل كده لازم نخلص اللعبه. وبعدها بيتمشوا في الغابه وفريدج بيقول لسبنسر انت عارف انت مودينا فين؟ فبيفتح سبنسر الخريطه وبيلاقيها ابيض يا وردي وما فيهاش حاجه، ولما بتيجي بسني تشوفها بتلاقيها واضحه قدامها. فمارسا بتقول عالم خرايط دي مهاره من مهارات البروفيسور شيلي، فبتقول يعني انا الوحيد اللي اقدر اشوف الخريطه. ولما بيضغط سبنسر على صدره بتظهر قائمه مكتوب فيها نقاط قوه وضعف دكتور بريفستون، ونقاط القوه عنده بتكون عباره عن الشجاعه والقوه والتسلق والبومرنج. البومرنج ده اللي هو البتاع اللي شبه القوس وبيبقى مقوس كده وبيترمى وبيرجع تاني. وبتبقى نقاط الضعف عنده ولا حاجه. وبتطلع مارسا قائمه شخصيه روبي راوند هاوس، وبتكون نقاط القوه عندها الكاراتيه والتايتشي وايكيدو، دي كلها رياضات يعني. وبرضه عندها مهاره القتال باستخدام الراس. ونقطة الضعف عندها هي السم. وبتطلع بسني قائمة البروفيسور شيلي أوبرين، وبتكون نقاط قوته هي إنه عالم خرايط وعالم آثار وعالم حفريات. ونقاط الضعف عنده إنه ما بيقدرش يتحمل مشقة ومجهود. وبيطلع فريدج قائمة فرانكلين فينبار، ونقاط قوته هي إنه حامل أسلحة في الشنطة اللي معاه، وبرضه خبير بعلم الحيوان. ونقاط ضعفه هي الكيك والسرعة والقوة. وبيقول إزاي نقاط ضعف هي القوة والسرعة والكيك ده كمان. ومرة واحدة بيتضرب عليهم صاروخ من رجالة راسل فان بيلت، وبيطلعوا يجروا وراهم بالمكن وبيفضلوا يضربوا عليهم نار وصواريخ. والبروفيسور شيلي بيتكعبل وبيقع وبيجي عليه واحد بالمكنه فبتنط روبي بتخبطه رجل بتطيره من على المكنه. وبيطلع فرانكلين سلاح البومرنج من شنطته وبريفستون بيرميه عليهم بس ما بيجيش في ولا واحد منهم، وبيكملوا جري والرجاله بيجروا وراهم. ومره واحده بيلف البومرنج وبيجي فيهم وبيخلص عليهم، والباقي بيطلع لهم من الجهه الثانيه. فبيروح بريفستون شايل فرانكلين على ظهره وبيجري بيه، وكلهم بيجروا لحد ما بيقفوا على حافه جبل تحته نهر، وكلهم بيضطروا ينطوا عشان يهربوا من رجاله راسل. وبعد لما بيطلعوا من الميه مارسا بتكون مصابه اصابه مميته وبتروح فيها، بس بترجع تنزل تاني من السما. وبيشوف سبنسر الوشم اللي على ايديها واللي بيكون بقى شرطتين بدل 3، وبيقول ده على كده بقى كل واحد فينا ليه 3 حيوات، يعني الوشم ده هو عدد الحيوات بتاعتنا واللي نزلنا اللعبه ب3 في الاول. ومارسا وبسني بيكونوا خسرانين الحياه من ال3 حيوات دي. ومارسا بتقول له طب وايه اللي هيحصل لو حيواتنا دي خلصت؟ فسبنسر قال ممكن اللعبه تنتهي على كده. ففريدج قال له يعني ايه قصدك ان احنا ممكن نموت هنا؟ قال له احتمال كبير فمارسا قالت طب يلا عشان نلاقي الحته الناقصه من الخريطه. ورجاله راسل بيروحوا له بيقولوا له احنا ضيعناهم يا ريس. وبعدها هما بيكونوا طالعين على جبل وفريدج بيقول لسبنسر انت السبب في ده يا سبنسر، ورطتنا في لعبه غبيه زيك. قال له انت اللي غبي. فقال له انا مش غبي يا سبنسر، انا طلبت منك خدمه واحده، البحث اللي قلت لك تعمله لي عشان ما تطردش من الفريق بتاعي في المدرسه، وانت على الكتف وفضحتنا وخليتنا نطرد من الفريق. وبيجري عليه بيزقه بيوقعه من فوق الجبل وبيخسر سبنسر حياه. ولما بينزل اللعبه تاني بيخبط فريدج قلم بيلزقه في الجدار، وبيقول له كفايه مش هنضيع الحيوات اللي عندنا بسبب كلام فاضي، احنا محتاجين نكون مع بعضنا الفتره دي، واذا كان ده عاجبك او لا لازم نخلص اللعبة. وبعدها بيروحوا على البازار وبيتمشوا في السوق وبيشوفوا الراجل ده وهو بيقول عيش اشتروا عيش. فبيروح فريدج بياكل من عنده بيقول له ده ايه؟ قال له ده كيك. فبيتخض وبيقول له في حاجة ظهرت عليا؟ انا بترقش ولا حاجة؟ كله تمام يعني؟ خلاص ما فيش حاجه يا جدعان، امال مكبرين الموضوع ليه؟ ومره واحده بينفجر زي القنبله. هو بينزل اللعبه من جديد والراجل بيقول عيش اشتروا عيش. فقال له ارحم نفسك بقى. وبيجي عيل من السوق وبيقول دكتور بريفستون كويس انك هنا، جومانجي محتاجاك. فقال له احنا بندور على القطعه المفقوده من الخريطه. فالواد بياخدهم وراه وبيودوهم على مكان فيه سله وبيقول لهم خلوا بالكم اللي انتوا عايزينه موجود في السله دي، بس مش بالسهوله دي، خليكم ايد واحده. وبيروح بريفستون بيفتح السله فبيطلع منها افعى بس بيرجع يقفل السله تاني بسرعه. وفرانكلين بيقول دي المنبه السودا ربع مللي جرام بس من سمها قادر انه يخلص على واحد في سننا. فبتروح الافعى نطه من السله وكانت هتهجم على مارسا بس بيمسكها بريفستون على طول. وبيروح فرانكلين بيكسر انيابها من مكانها وبيخلص عليها. وبتطلع بسن القطعه الناقصه من السله، ولما بتفتحها بتلاقي جواها قطعه صغيره على شكل فيل. وبتقول لهم ده مش الجزء الناقص من الخريطه، دي ورقه مكتوب فيها لما تشوفني ابداوا في التسلق. ومارسا بتقول يعني نبتدي نتسلق لما نشوف فيل. ورجاله راسل بيوصلوا السوق وبيبداوا يجروا وراهم وبيحاصروهم. وبيقف واحد قدام بريفستون وبيجي يخبطه فبيصد يصد يصد وبيقوم خبطه بيرفعه لفوق وما بينزلش. وبيدخل على التاني بيجيب وشه في الحيطه والتالت على الارض، والرابع بيتفادى ضربات السيف بتاعته وبيخبطه خبطه بيجيبه على الارض. وبيخبط الخامس وبيرميه على الجدار، والسادس بيسحب سكينه فبيمسكه بيجيب وشه في الترابيزه وبيطيره لفوق وبرده ما بينزلش. والسابع في الثامن في التاسع كل زبون بيجيب اللي بعده. وبيدخل راسل بيضرب نار وبيقول له ازيك يا دكتور، انا ما شفتكش من فتره كبيره،
وانت معاك حاجه تخصني. قال له احنا بس عايزين نروح البيت. فالرجاله بترفع عليهم الاسلحه، ومره واحده بيترمي قنابل دخان في المكان بتعفر، وفي واحد بيطلع بياخدهم عشان يهربوا، وبيجروا من رجاله راسل في السوق وبياخدهم اسمه ايه ده، وبيفتح لهم غطا التفتيش وبينزلوا فيه وبيقول لهم تعالوا معايا، انا على فكره فرحان قوي انكم جيتوا اخيرا، بس خلوا بالكم المكان مفخخ، خلوا بالكم من خطواتكم كويس وانتوا ماشيين. فسبنسر بيقول له هو انت الطيار واللقب بتاعك هو سبلان؟ قال له اه بالظبط كده. وفريدج قال له يعني انت الشخصيه اللي اتخذت الاول، يبقى انت كمان معانا في اللعبه. وبيفضلوا مكملين لحد ما بيوصلوا لمنطقه امان، وبيقول لهم ازيكم انا اليكس. فقال له انا سبنسر ومارسا وفريدج وبيساني. فاليكس بيقول بيساني هو انت بنت؟ قالت له مره. وواحد من رجاله راسل بيقول له هم هربوا يا ريس، وشكل كده في حد ساعدهم. فراسل بيقول يبقى سبلان، واسمه بيقول له انا اسف يا ريس، غلطه ومش هتتكرر تاني. فبيروح عليه وبيحضنه وبيقول له ما انا عارف انها مش هتتكرر تاني، وبيطلع عقرب من بقه بيقرصه في الزلبطه وبيترمي على الارض. وبعدها اليكس بيعمل لهم عصير جذور شجر وبيعزمهم عليه. وفريدج بيشوف اسماء الين باريش على جذع شجره، وبيقول له امال مين الين باريش ده؟ فاليكس قال الظاهر كده المكان ده كان بتاعه وانا قعدت فيه. وبيقول لهم انا مش عارف اعدي المرحله التانيه من اللعبه، وفضلت احاول لحد لما ما بقاش عندي غير حياه واحده. فقلت لنفسي خلاص انا كده كده ميت ومش هخرج من هنا. فسبنسر قال له احنا هنساعد بعضنا لحد ما نخلص اللعبه يا اليكس ما تقلقش. وبسني بتقول استنى، ده على كده يبقى انت الجزء المفقود اللي كنا بندور عليه. قال لهم يعني انا المفروض الجزء المفقود؟ طب يلا بينا. وبعدها بياخدوا بعضهم وبيروحوا على حاجه اسمها ثقافه النقل، وبتبقى المرحله الثانيه وبيكون فيها جميع انواع المواصلات. وسبنسر بيقول لأليكس احنا ازاي هنعدي من الحراس؟ قال له ممكن نستناهم على ما يمشوا، وانا اخر مره استنيتهم فيها على ما يمشوا كانت 3 اسابيع، احنا لازم نلهي الرجاله دي باي وسيله. فبس انا بتقول انا عندي الحل، وبتاخد مارسا وبتقول لها عايزين منك انك تلهي الجنود دي عشان نقدر ندخل المكان. فقالت لها لا مش هعرف. قالت لها تعالي انا هساعدك ما تقلقيش، وبتبدا تعلمها حركات بايخه عشان تلفت بقى انتباه الجنود. واليكس بيقول احنا هنحتاج حاجه عشان نقص بقى سور السلك ده. فبيطلع فريدج مقص حديد من الشنطه بتاعته وبيديله سبنسر، وده عشان هو شايل شنطه اسلحه فيها كل حاجه. وسبنسر بيقول لأليكس انت شايف ان احنا في سنه كام؟ قال له في 1996. قال له يعني انت أليكس فريك؟ وفريدج قال له قصدك من البيت المهجور؟ انت بقالك 20 سنه في اللعبه، الكل عارف ان انت من 20 سنه اختفيت. فسبنسر قال له ما تقلقش هنرجعك لبيتك تاني. وبتروح مارسا للحراس وبتحاول انها تلفت انتباههم او تغريهم، وواحد منهم بيقول لها انت بتعملي ايه هنا لوحدك؟ وبيفضل يعيد في نفس الكلام لان الرد بتاعه متبرمج على كده. وبيروح سبنسر وباقي اللي معاه يقصوا سور السلك، والحراس بياخدوا بالهم منهم. ومره واحده في كاسيت بيشتغل، ولان شخصيه روبي راوند هاوس من نقاط قوتها القتال بالراس بتدخل على الاثنين دول وبتفضل تخبط فيهم وبتخلص عليهم. والباقي بيقدروا انهم يدخلوا الزريبه، قصدي بتاع اللي اسمها ايه دي، ثقافه النقل، وبياخدوا الطياره الهليكوبتر وبيطلعوا بيها. ورجاله راسل بيضربوا عليهم نار وبتيجي طلقه في الريش او الشفرات بتعطلها، وبتفضل الطياره تخبط في الشجره وبتفضل تنزل، بس بيقدر أليكس يلحقها وبيتحكم فيها بشكل مؤقت. ومره واحده بتطلع مجموعه من الخراتيت وبتجري وراهم، والطياره بتكون قريبه من الارض جدا وخلاص هتخبط. فبيطلع دكتور بريفستون وبيحاول يظبط الشفرات بتاعه الطياره، وبيقدر انه يظبطها والطياره بتبدا تعلى تاني. وجوهره جومانجي بتقع من شنطه فرانكلين تحت، وبيقول لهم يا جدعان انا وقعت الجوهره. فبيقولوا له يخرب بيت دماغك، وبينزلوا تاني بالطياره، وبتكون الخراتيت بتلف حوالين الجوهره وعاملين دايره حواليها. فبيروح بريفستون زي فرانكلين من الطياره، وبتطلع الخراتيت تجري وراه، وبينزل بريفستون وبياخد الجوهره وبيطلع الطياره تاني، والخراتيت بتفضل تجري ورا فرانكلين لحد ما بتدوسه، وبيرجع ينزل من السما، بس عشان ما ينزلش على شفرات الطياره بيروح أليكس لافف الطياره على جنبها وبيمسكوا بريفستون قبل ما يقع. ولما بيوصلوا في ناموسه بتقرص أليكس في رقبته وبيقع على الارض، وده لان من نقاط ضعفه هي الناموس. فبيجروا عليه وبيلاحظوا ان اخر حياه بتروح من عنده، فبيبدا البروفيسور شيلي يعمل له تنفس اصطناعي. ولما بيحصل كده بتبدا حياه تختفي من عند بيساني وبتنتقل لأليكس، وبيرجع يفوق أليكس من تاني. ومارسا بتقول له بيساني اديتك حياه من عندها. فبيقول لها انت فعلا اديتني واحده من الحيوات اللي عندك؟ قالت له اه. فبيشكرها على اللي عملته ده. وبعدها بيكون سبنسر واقف لوحده، وبتيجي مارسا وبتقول له انت بتعمل ايه كده؟ فبيقول لها كنت بملى ميه في البتاعه دي. وبيقول لها بصي يا مارسا انا عايز اقول لك على حاجه بصراحه كده انت عجباني. قالت له وانا كمان بصراحه. الله صحيح استنى، احنا مالنا بالكلام ده؟ ما يحبوا بعض ولا يولعوا في بعض؟ احنا مالنا؟ بقول لك ايه، اعمل لايك اعمل لايك، ملناش دعوه بالكلام ده، خلينا نرجع لموضوع الفيلم. المهم بيجي فريدج بيقطع كلامهم وبيقول لهم احنا لقينا تمثال النمر اللي المفروض نحطه في الجوهره، وبيروحوا كلهم في اتجاه التمثال. وسبنسر بيقول لفريدج اديني الجوهره، فلما بيديها له بيقيد نور في طريق طويل لاتجاه التمثال. وبتشوف بيساني تمثال فيل، وبتفتكر الورقه اللي كان مكتوب فيها لما تشوفوا الفيل ابداوا في التسلق. فبيبدا بريفستون يتسلق الاشجار بدل ما يمشي في الطريق ده، وبيظهر سنداب فجاه فبيخاف سبنسر وبيقع لتحت، وبيطلع له فهد بيقطعه وبيخلص عليه. وبينزل بريفستون من السما تاني، وبيكون ما عادش فاضل غير حياه واحده. فبياخد فريدج على جنب وبيقول له انا مش هعرف اعمل كده، مش هعرف اعمل كده عشان ما عنديش غير حياه واحده ومش هعرف اضحي بيها. فقال له ما احنا اصلا في الحقيقه ما عندناش غير حياه واحده بس، السؤال بقى في انك ازاي هتعيشها او هتتعامل معاها ازاي. ما تقلقش هتنجح يا سبنسر،
هننجح كلنا سوا. وبعدها بيبداوا يتفرقوا، كل واحد فيهم بيروح في اتجاه، ورجاله راسل بيبداوا ينتشروا في المكان، وبتطلع لهم روبي بتقول لهم مش عايزين ترقصوا، وبتبدا تخبط فيهم واحد واحد، وفي واحد بيرمي عليها حبل بيمسك في رجليها وبيجري بالمكنه وبيسحلها وراه على الارض، فبيطلع بريفستون بيخبطوا بجذع شجره وبيطيروا من على المكنه، وبيركب بريفستون على المكنه وبيبدا يمشي في اتجاه التمثال، وبيكون البروفيسور شيلي ماشي لوحده، فبيطلع فهد وبيهجم عليه، بس بيجي راسل وبيكون هو المتحكم في الفهد، وفرانكلين بيطلع عليه فيل وهو ماشي وبيقدر يوقفه لانه معاه الجوهره، وبريفستون بيكون خلاص هيوصل لمكان التمثال، فراسل بيطلع قدامه وبيكون ماسك البروفيسور شيلي ورافع عليه سلاح وبيقول له اديني الجوهره، اديني الجوهره عشان ما خلصش على صاحبك، وروبي وسيبلين بيجوا يجروا عليه فبيطلع عليهم الفهود وبيقول له اديني الجوهره، قال له معرفش، فبيعد 5 4 3، قال له معرفش عشان الجوهره مش معايا اصلا، ومره واحده بيطلع فرانكلين وهو راكب على الفيل وماسك في ايده الجوهره، وبيجي راسل بيضرب عليه نار فبيروح شيلي ماسك ايده عضدها، والفيل بيخاف وبيوقع فرانكلين من عليه وبتطير الجوهره من ايده، وبتطلع روبي عشان تجيبها، وبيبدا بريفستون يطلع على التمثال بالمكنه، وبتوصل روبي للجوهره بس بتكون حواليها تعابين محوطاها، فبتبدا روبي تمشي بينهم بالراحه لحد ما بتوصل للجوهره وبتاخدها، بس بيطلع لها راسل وبيتحكم في التعابين وبيقول لها هات الجوهره، وبيخلي التعابين تقرب منها، فبتروح دايسه على تعبان وبيقرصها فبتخسر حياه وبتنزل تاني من السماء، بس وهي بتنزل بيكون بريفستون وصل خلاص لقمه التمثال، وبتكون الجوهره في ايد روبي وبتديها له وهي نازله من فوق وبيرجعها لمكانها تاني، بس مفيش اي حاجه بتحصل، وده عشان ما نطقوش اسم اللعبه، فبيبداوا كلهم بصوت واحد يقولوا وبتبدأ كل حاجة ترجع لوضعها الطبيعي، وراسل بيتلاشى وكل حاجة بتبقى 10 على 10. وبيجي نايجل دليل لعبة جومانجي وبيقول لهم مبروك لكم يا مغامرين، جومانجي بتشكركم، انجزتوا المهمة وخلصتوا اللعبة، ودلوقتي كل واحد فيكم يسلم عليا، سيبلين ماكدونو سلم عليا، فبيسلم عليه والشخصية بتاعته بتبدأ تتلاشى وبتدخل في جوهرة جومانجي، وبيبدأ يسلم على كل واحد فيهم وشخصياتهم بتتلاشى وبترجع لجوهرة جومانجي، واخر واحد فيهم بيكون سبنسر وبيقول مع السلامة شخصية بريفستون، وبيسلم عليه وشخصيته بتتلاشى، وبيرجعوا كلهم للعالم الحقيقي والمكان اللي بدأوا منه اللعبة، وبسنة بتقول امال فين أليكس، وبعدها بيكونوا راجعين من المدرسة وبيشوفوا البيت اللي كان مهجور واللي بيكون بقى بيت عادي جدا وكويس جدا، وبتيجي عربية بينزل منها عيلة صغيرة وبتروح تجري على جدها، وبينزل أليكس من العربية، وبتكون ال20 سنة اللي عدت ديت عدت زي ما الناس بتعيش، وفي خلال ال20 سنة ديت بيكون اتجوز وخلف كمان، وبيشوفهم وهم راجعين من المدرسة وبيروح عليهم وبيعرف كل واحد فيهم، وبيقول لهم انا فرحان قوي اني شفتكم، انا اللعبة رجعتني للحظة اللي بدأت منها، رجعتني لسنة 96، وبسني بتقول له ده انت كبرت وكمان بقى عندك عيلة، فبيقول لها ده ابني واسمه اندي، وعندي بنت الكبيرة اسمها بسني على اسم البنت اللي انقذت حياتي، وكل واحد فيهم بيرجع لحياته الطبيعية وبيكسروا اللعبة الملعونة دي، وبيخلص الفيلم على كده. اتمنى يكون الفيلم عجبك، ولو عجبك اعمل لايك عشان انزل لك الجزء الثالث، واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بيه اول لما ينزل، وبس اشوفك في ملخص الفيلم الجاي، وسلامات.